السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة بقى هنزين السابليه والبيتي فور اللي عملناهم مع بعض. مش قادرة اقول لكم بقى على الجمال، شكل وطعم وذوبان، حاجة كده تحفة. هنعمل اشكال كتير حلوة وافكار كتير تقدري تاخدي منها اللي يناسبك. وكمان هسيب لكم اللينك بتاع طريقة البيتي فور واللينك بتاع طريقة السابليه في صندوق الوصف. اول حاجه بجيب السابليه وبجيب البيتي فور وبلزق كل اتنين في بعض باي حاجه انت تحبيها، ممكن مربى مشمش وممكن بديل النوتيلا بتاعه سما. انا لزقت اللي بالفانيليا بمربى المشمش، ولزقت اللي بالشوكولاته بالنوتيلا، كل اتنين كده مع بعض، وبضغط عليهم ضغطه بسيطه جدا علشان ما يتفرفتش في ايدي لان هو ناعم جدا. وبرده لازم نضغط حاجه بسيطه علشان يمسك في بعضه وما يرجعش يفك تاني. واللي بالشوكولاته لزقته كده بالنوتيلا. ده بالنسبة للبيتي فور. والسابليه برضو نفس الكلام، الاشكال اللي عملناها مع بعض. برضو بلزق كل اتنين في بعض ما عدا طبعا اللي هو شبه الطبق الصغير ده هنزينه بطريقة تانية في الاخر خالص. بعد كده بجهز الحاجة اللي هزين بيها. عندي بيستاشيو بتاع كواليتي تارجت، وعندي لودس، وعندي كريسبي ذهبي، وكراز لوز، وبندق نصاص، وبندق مفروم، وعندي كمان شوكولاتة فرماسيه، وورد مجفف، وسبرينكل، وسكر ذهبي، ودست ذهبي. وكمان معايا مربى حليب، ومعايا كمان بديل النوتيلا بتاعت سما. واساسي عندي طبعا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بالحليب، مكسراها قطع صغيرة علشان تسيح معايا بسرعة. وحطيت على كل واحدة حوالي معلقتين كبار من الزيت، دوبتهم في الميكرويف او على حمام مية لحد ما يكونوا بالشكل ده معايا، اقدر ان انا ازين بيهم. اول حاجة بدأت بالبيتي فور. بجيب كده كل واحدة بنزل وشها في الشوكولاتة، وبحط عليها بقى اي حاجة من اللي موجودة عندي، سواء بقى شوكولاتة بيضة او شوكولاتة بني. الشوكولاتة اللي انا مستخدماها دي برضو بتاعت كواليتي تارجت. دي حطيت عليها بندق مفروم، وحطيت كريسبي ذهبي. وهنا بحط نص كرزاية، بيدي شكل حلو قوي برضو وبيكسر الالوان. ودي حطيت عليها نص بندقية، واحدة لوز. في طريقة تانية ان انا بنزل نص البتيفورة كده كلها في الشوكولاتة، وبعد كده بحطها بقى في المكسرات المفرومة او في الشوكولاتة الفرماسيه. بس انا مش عارفة، مش بيعجبني قوي الشكل ده، بحب ان انا انزل وشها من فوق. هنا اخدت جزء من الشوكولاتة البيضة اللي انا كنت مسيحاها، حطيت عليها معلقة كبيرة من البيستاشيو علشان يبقى عندي شوكولاتة بالبيستاشيو، بيبقى لونها اخضر شوية، وبيبقى عايزه اقول لكم ان طعمها بيبقى فعلا كأن هي كلها بيستاشيو، رغم ان احنا حاطين معلقة بس على كمية شوكولاتة حلوة، بس بيبقى طعمها حلو قوي، وكمان لونها بيبقى مختلف. بقلبهم كويس قوي وكده بقى عندي الشوكولاتة جاهزة. هي لونها كمان اغمق من كده شوية بس مش باينة في التصوير. وبزين برضو بنفس الطريقة كده، بنزل نص البتيفورة من فوق، بحط عليها بقى اي حاجة موجودة عندي. كل جزء بخلصه بسيبه بس يعني تقريبا 10 دقايق في درجة حرارة المطبخ، الشوكولاتة بترجع تجمد تاني. او لو انتي مستعجلة ممكن تدخليها 3-4 دقايق التلاجة، الشوكولاتة هتمسك معاكي على طول. الورد المجفف ده كمان بيدي شكل حلو جدا. ده كده اول جزء انا خلصته، هفضي الطبق هحطه على صينية كبيرة لحد ما ينشفوا كلهم، وبجيب شوية تانيين وهكذا لحد ما اخلص كمية البيتي فور كلها.
هنا كمان جبت برضو شوية من الشوكولاتة البيضة، حطيت عليهم معلقة كبيرة من زبدة اللوتس، قلبتهم كويس قوي وبقى عندي شوكولاتة بطعم اللوتس، لونها بيكون بيج كده شوية، وبيبقى طعم اللوتس ظاهر فيها جدا ونكهته واضحة قوي. ودي كده المجموعة التانية، شايفين شكلهم حلو ازاي؟ دول بقى عملتهم بالشوكولاتة البيضة عادي مش ملوناها، حطيت عليهم خطوط كده من الشوكولاتة اللي بالبيستاشيو، فبقى لونه ابيض وفيه خطوط كده لونها اخضر، شكله برضو كان حلو جدا. نفس الكلام هنا اللي بالشوكولاتة البني، حطيت عليهم خطوط من الشوكولاتة البيضة. وده كده جزء تاني باللوتس وبالشوكولاتة. كده انا خلصت كمية البيتيفور كلها. بدأت بقى اجيب السابليه، بجيب شكل لما اخلصه اجيب الشكل اللي بعده. انا بدأت بالشكل ده برضو نفس الكلام، نزلت وشها في الشوكولاتة، اي نوع بقى انتي حبان. عملت الابيض بالبيستاشيو بالشوكولاتة البيضة وباللوتس، لكن اللي بالشوكولاتة عملته بالشوكولاتة البني عادي. بنزلها كده وبحط التزيين على جنب واحد منها، وبسيب الجنب التاني فاضي، بيبقى شكلها حلو قوي. بصوا شكلها حلو ازاي. دي كمان حبيت شكلها جدا، الشكل ده عموما من اكتر الاشكال اللي انا حبيتها. في الاخر بقى انتوا قولوا لي ايه اكتر شكل حبيتوه، انا بالنسبه لي ده كان المفضل. خلصت كده الجزء ده، هبدا اعمل الجزء اللي بالكاكاو. وعملت الجزء اللي بالكاكاو بنفس الطريقه كده، حطيت له كمان كراز احمر علشان ينور كده بما ان هو كان غامق شويه. بعد كده عملت الشكل المثلث ده، والشكل ده كمان بنفس الطريقه برضو نزلت وشه في الشوكولاته، والشكل ده كمان المربع والهلال. وكده فاضل عندي اخر شكل اللي هو الشكل اللي شبه الطبق ده. جبت الاول اللي بالكاكاو، غطيته كده بالشوكولاته من جوه ومن بره، بفضي منه الشوكولاته الزياده. وبستنى لحد ما الشوكولاته تجمد خالص، وبعد كده بحط عليها ورده كده من مربى الحليب. حطيت شويه مربى حليب في كيس حلواني، وبعمل وردات بالشكل ده. بس ضروري تستني لما الشوكولاته تجمد، لان هوريكم حصل ايه في الشكل التاني لما حطيت عليه الوردة قبل ما الشوكولاتة تجمد، الالوان دخلت في بعضها. بعد كده ببدأ بقى احط عند القفلة بتاعة الوردة واحدة لوز او واحدة بندق، على حسب بقى اللي موجود عندك. انا بديكوا افكار كتيرة جدا، وفي الاخر كل واحد بيعمل على حسب المتوفر عنده وعلى حسب الشكل اللي عجبك. حطيت كمان كريسبي ذهبي، وحطيت ورد مجفف، ورشيت كمان شوية من السكر الذهبي. وفي الاخر خالص حطيت عليهم خطوط من الشوكولاتة اللي بزبدة اللوتس، بس الجزء ده مش موجود هنا. بقى جبت اللون التاني اللي بالفانيليا، نزلته كده برضو في الشوكولاتة.
هنا بقى بدأت احط عليه الوردة بتاعة النوتيلا، وكانت الشوكولاتة لسه ما جمدتش، فطبعا لو تلاحظوا ان الالوان دخلت على بعضها بالشكل ده. فاستنيت بقى الباقي لحد ما الشوكولاتة جمدت ورجعت تاني كملت. حطيت على كل واحدة وردة كده من النوتيلا بتاعة سما. بعد كده برضو حطيت عليه لوز وبندق وكريسبي ذهبي وورد مجفف. واخر حاجة حطيت عليه برضو خطوط من الشوكولاتة اللي بالبيستاشيو. وكده كمان خلصنا الشكل ده. لسه بقى كمان لما يتنقل على طبق التقديم شكله هيبان اكتر، لان طبعا الطبق ده كان مليان شوكولاتة فمش مبين جمال الحاجة. بصوا شايفين شكلهم حلو جدا. هنا بقى جمعت لكم من كل شكل انا عملته. دي كده الاشكال اللي عملناها كلها النهارده. زي ما قلت لكم انا حبيت اكتر شكل هو السابليه المدور. انتوا قولوا لي بقى ايه اكتر شكل حبيتوه. ان شاء الله يكون كان فيديو مفيد بالنسبه لكم واداكم افكار حلوه للتزيين. هسيب لكم في صندوق الوصف طريقه البيتي فور وطريقه السابليه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.